السلام عليكم الابطال، كنتمنى تكونوا كلشي بخير. كاع المشاهد اللي غادي تشوفوهم ديال الكارو في هذا الفيديو مجرد تمثيل. التدخين كيضر بالصحه الاخوان، بعدوا عليه وما تقربوش ليه، ولا اي حاجه تقدر تضركم بصحتكم. ما عليكم غير بالصلاه والرياضه، وما تنساوش تخليو معكم واحد اللايك للفيديو قبل ما نبداو ان شاء الله. ويلا بينا على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. التدخين مضر بالصحه وقد يصل بالانسان الى الوفاه. شتي الحمار تاع بوك علاش خليت ضابوك مهان واتيكان؟ كتسمع قال لك الكارو مضر بالصحه وغادي يخليه زايل يجي يزورك، وانا اصلا غادي نزورك قبل من زايل الا حصلتك مازال تتكمي. الوالده صاحبي التدابا اللي يسمع كيقول هذا امام ديال الجامع متقي الله، تمخلطه ما خليتي لا جوانات، ما خليتي لا كاله، ما خليتي لا عيالات. الله يعفو عليك من هاد المرض وصافي. اسكت غتسمعو كيمسخوك الوالدين. بلا ما تدعقل يا ما كايناش، مشات عندها الشيرشه. تقادو الكتاف لامك وليتي كدو معاها بحال صاحبك. هاك لامك. الوالده صاحبي خليني كنحترمك، انا عندي 25 عام وجانا باغي ديال الضرب. 25 عام زلقات منا 5 وبقات 2، فهما ديال العجل وعقل ديال البغل. انا الحمار تاع بوك البليه تلاحيت لها بسبب امك، اما انت ما عندك مسؤوليه، ما مزوج، ما خدام، ما لدام، خامر ليا في السداد بحال الكوطليط، علاش غتبلا؟ والواحد هو اللي يدير باه قدوه الوالد. ديرني قدوه في الشجاعه، في الرجوله، في الدمير، ماشي في البليه. ولاش انت شجاع الوالد؟ شجاع كوني بافي لامك. انا كنمشي كنجبدها من فم السبع وكنجيبها لك انت وامك تاكلوها بحال الضبوع. ما عرفت انا ربي فاش كان كيفرق في الجورجينيات والشاكيات فين كنت حتى طحت مع خليج. الصافا الوالد ما الضحك اصاحبي، الوالده هادي يا ودي الوالده ودي نوض جيب لي فريده ديال الراس الله يخوي لك الدراس. رزيد ابراهيم خويا راني شفانيده ديال الراس الله يحفظك. مرحبا ودا تمازيس. هاك الله يعزك. شوف راه لي كيف هذا واحد الجوج، واحد نهضموا به من بعد الغداء والاخر نجيبو به دويره في السماوات السبع من بعد العشاء كيف العاده. هاك ودا تمازيس مرحبا. ها انت شوف، هاي درهم ديال فانيدة الناس، وهادو قيدهم كيف العاده حتى نديرو نجيب لك رزقك صافي. ياك اودي لاباس، راك وصلتي معايا 20,000 ريال ديال الكريدي غا في الكارو، الا ما كنتيش خدام وجيبك عامر علاش تتكمي؟ خويا ابراهيم انا تنكمي حيت جيبي ما عامرش وما خدامش. قيد الله يحفظك والله حتى غنجيب لك رزقك. ها تندير صاحبي. الا كنجيبك ما عامرش جي انا تخوي ليا ديالي، ما عرفت انا فين غادي نشوف رزقي. واقيلا حتى اليوم الحساب نتوما ما معكمش الخدمه في هذا الحانوت، ها ديال اللي يسدا ويمشي في حالته. نوض ولدي جمع معاك هادشي. نوض دير الله يرضي عليك وغسلو، الوالده ما غادي تجي الغدا قالت ليا. شنو هو وبربي لا غسلتو ما شفتو مهرب ليكم ولا شنو؟ انا نلوح الزبل ونجيب البوطه، ولا بغيتو تدخلوني باللعيبه ديال غسل الموال وبربي لا كانت ليكم هادي. سير الله يغبر لبوك الشقف. دابا نمشيو للكوان باش نعشق لك تما كيف ديما. اواه شتا اللهم لك الحمد. الوالد شتا هادي؟ ويلا كانت مالك مصدوم؟ شنو مشكلتك؟ قالوها في الاخبار، قالوا غتصب شتا السيمانه كامله بدون توقف. المشكل هو انت الوالد، قال بيبان سديتيهم عليا، ما بقى عندي فين نتكيف. كنت كنتكيف في السطح ديال العماره وكنبقى تما حتى كضرب فيا الشمس مزيان وكتمشي الريحه، هذا كندخل للدار. ولكن واحد النهار الوالد زغبك الله وطلعت على غفله وحصلتيني، ما رديتش معاك البال مع كنت داير ليزيات، خليتي ضاربويا تما على شويه كنتي غتلوحني من السطح. كون ما نعلتيش الشيطان والحبس من نورها درتي نقفل الباب ديال السطح الوالد وخبيتي الساروت، ما بقيت لا انا لا الجيران كنطلعوا ليه، والدرب ما كنتكيفش فيه، كلشي كيعرفك وغيوصلوا لك الهضره. مشيت دبرت على كوان بعيد على الدار وبقيت كنتكيف فيه، وشريت واحد الريحه وليت كنتريح بها من نور التكييفه، والقضيه دازت بسلام. ولكن دابا كاين الشتا وما عنديش كيفاش ندير نخرج، الكوان ديالي بعيد، وثانيا غتشك فيا الا خرجت حيتاش عارفني ما عنديش مع الخروج في الشتا.
لا 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 لا، خاصني ندير شي بلان باش نتكيف غير في الدار بلا ما تعيق بيا، حيت الا ما تكيفتش غادي نتقطع، وإلا تقطعت انت حريفي غتقشعني وغتعاود تخلي دار بويا عاوتاني، حتى الوالده اللي تفكني ما كايناش، غتصدق غير راد هاد الدار مسرح الجريمه. اللهم نقلب على شي حل غير بالعقل. صافي هذا بلان عظيم. الخطة ديالي سميتها الإخوان الإسهال الخارق. عارفك الوالد عزيز عليك العصير ديال الخوخ هذاك اللي كيتباع بدرهم، غندخل للكوزينه وغنصيب لك شي كاس وغنكب لك فيها الغبره اللي كديرها الوالده لعمتي في اللويزه فاش كتجي لعندنا باش كيجيها الاسهال، حيت ما كتحملهاش بسبب قوه الهضره اللي فيها. كتخلي عمتي تدخل لبيت الراحه وتبقى فيها ساعات طوال، وهكذا كتبقى الوالده مكونسونطرا مع الافلام ديالها بلا تبرزيط ديال عمتي. نفس الحاجه غنديرها معك الوالد، ملي غتشرب العصير غيشدك الاسهال وغادي تمشي للطواليت وغتسكن تما بما تكيفت انا على راحتي. غتبقى غير الريحه ديال الكارو والدخان، فاش غتكون في الطواليت ما غتوصلكش الريحه حيت ما غاديش نتكيف في البيت اللي حداك، وفي نفس الوقت راك عارف علاش ما غتوصلكش الريحه، غتبقى غير الريحه اللي في الصالون غنتكيف حدا الشرجم، وفاش نسالي غادي نرش الريحه، وهكذا غنكون تكيفت على راحتي ونجحات الخطه. ودابا نمشيو للتنفيذ. اش بغيتي خلينا نتصور؟ هاكا بعدا شرب هاد العصير ديال الخوخ اللي عزاز عليك ومن بعد تصور لي مرة صاحبي. ودي اجي. نعم الوالد. منين نزلات عليك هاد الحنانه؟ لا وانا الوالد غير يلا دابا شويه باش شفت واحد الفيديو اثر فيا ديال البر بالوالدين، فهمتيني؟ سي الله يرضي لك. امين الوالد. مزيان ملي رشيتي ريحه. الحمد لله فاريناها مع هذا. نشوفوا كيفاش نديروا مع اللي بقى من نور العشاء. هادشي الا بقات الشتا كتصب بصح كيف قالوا. ميلود مزيان ملي رشيتي ريحه.